انا كشخص بيحب الافلام والمسلسلات والانمي دايما بيبقى عندي مشكله في التيشيرتات اللي انا بجيبها، بيبقى عليها رسومات وحاجات كده بتبقى مش وحشه بس انا مش مهتم بيها. عشان كده قررت انا واتنين صحابي اللي احنا نعمل براند عليه الديزاينات بتاعه الافلام والمسلسلات اللي احنا بنحبها، وسميناه جيبو ستور. وطبعا الخامه بتاعه التيشيرتات دي هتكون قطن بنسبه 100% ومريحه بطريقه انت مش متخيلها، عشان حرفيا انا عامل التيشيرتات دي لنفسي قبل ما اكون عاملها للمتابعين. الديزاينات طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي حرفيا تحفه فنيه، والطباعه DTF اعلى جوده في السوق ومستحيل ان هي تتقشر معاك. يعني حرفيا التيشيرت من دول هيعيش معاك سنين كتيره جدا، ولا لونه هيبهت ولا الطباعه هتتقشر ولا اي حاجه هتحصل. وبالمناسبه من كتر جودة الطباعة حرفيا كلفتني كتير جدا. هو ايه اللي بيحصل ده؟ المهم على فكره متاح معاينه قبل الاستلام، وحرفيا لو في اي حاجه في التيشيرت ما عجبتكش كخامه او كطباعه او كاي حاجه، متاح ان انت ما تستلمش الاوردر من غير ما تدفع ولا جنيه. وده علشان انا واثق بنسبه مليار في الميه ان الخامه والطباعه وكل حاجه في الاوردر هيعجبوك جدا. وفوق كل ده بقى حرفيا السعر بتاع المنتج ده ارخص بكتير جدا من المنتجات التانيه اللي في السوق، والاستغلال الرهيب اللي بيحصل في السوق المصري. وحرفيا التيشيرت مقارنه بالجوده بتاعته وبالخامه بتاعته وبالطباعه بتاعته ان هي مش بتتقشر وكل حاجه بالطريقه دي، السعر يعتبر خيالي. وده علشان اهم حاجه عندنا في البدايه اللي احنا نكبر اسم البراند اهم بكتير قوي من المكسب. احنا حرفيا تقريبا مش بنكسب نسبه قليله جدا. دي بقى اخر فقره في الفيديو، وفي الفقره دي هوريكم التيشيرتات من قريب وهوريكم الطباعه وهوريكم كل حاجه. مبدئيا كده يا جماعه ده التيشيرت اللي انا كنت لابسه في اول الفيديو، التيشيرت بتاع الجوكر. التيشيرت ده حرفيا مقاسه 3 اكس لارج تمام، عشان مقاسي كبير شويه. التيشيرت ده طبعه انا طبعه وش وظهر، ده الوش بتاعه وده الظهر بتاعه. طبعا حاجه خرافيه، حاجه تحفه. المهم الطباعه مش بتتقشر مهما عملت حرفيا اهو. طباعه جامده جدا جامده جدا، مستحيل ان هي تتقشر ومستحيل ان يحصل لها اي حاجه. الخامه قطن 100%. اتمنى تكون ظاهره بشكل كبير في قدام الرينج لايت. الخامه حرفيا قطن وخامه تحفه. انت حرفيا اول ما تلبسها هتفهم قصدي، هي الكاميرا فعلا ظلماها، يعني اتمنى تكون الكاميرا مش ظلماها بشكل كبير، بس فعلا الخامه قطن ومريحه جدا وتخليك مش حاسس ان انت لابس تيشيرت اصلا، يعني مريحه جدا جدا. طيب يا عم انت صدعتنا، انجز بقى دلوقتي، انا عايز اشتري تيشيرت، المفروض اعمل ايه؟ بص بقى، انت دلوقتي عندك حل واحد من الاثنين. الحل الاولاني هو انك تخش على الديسكريبشن لو الفيديو ده على اليوتيوب، وتخش على لينك 3 اللي في الديسكريبشن، وتخش على الواتساب وتكتب تبع بلوت تويست، وهيتبعت لك كل التيشيرتات والديزاينات اللي عليها، وكل الحاجات دي عليها خصم 30% علشان انت تبعي. وحرفيا الخصم اللي هو 30% ده على اصلا تيشيرت سعره قليل جدا، وهيتشحن لك لحد باب بيتك ايا كان المكان اللي انت موجود فيه في مصر او السعوديه. وحرفيا احنا ارخص خدمه شحن في مصر. وبالمناسبه لو انت خدت 3 تيشيرتات مصاريف خدمه الشحن دي بتتشال. الحل التاني بقى انك لو على الفيسبوك او الانستجرام تخش على البيج بتاعه جيبو ستور، تشوف الديزاينات والتصميمات اللي حرفيا عباره عن عظمه، تختار التيشيرت والديزاين اللي عجبك وتخش تكلمنا وتكتب برده تبع بلوت تويست علشان يجي لك الخصم 30%. وزي ما قلت لو خامه التيشيرت او الطباعه ما حبيتوهاش ما تاخدوش التيشيرت وما تدفعوش ولا مليم. اشوفكم على خير قريب جدا وسلام.